سلام البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وليت لكم بعد غيبه طويله، نتمنى ان شاء الله يا ربي ترحبوا بيا وما تنساوش تشجعوني، ما تنساوش تخليوا لي جيم وتعليق يحفزني باش نعاود نولي لكم بقوه مره اخرى. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعضنا وصفه تاع بوسو بالطريقه التقليديه، بالطريقه الاصليه بدون بيض. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره، ان شاء الله يا ربي تدونوا المقادير وتجربوها وتكون ضمن حلوياتكم تاع العيد. شوفوا ما شاء الله كيفاش يجي مرمل من داخل، يجي في الذوق تاعو يختلف تماما على البوسو تاع الليمون اللي متعودين عليه. تبعوني، تبعوا المقادير، تبعوا الخطوات وتكتشفوها ان شاء الله معايا وتجربوها. اول حاجه عندي 250 غرام مارغرين تكون طريه ضروري جدا، درت لها المبشور تاع الليمون وقرصه تاع ملح، مع نصف ملعقه تكون معمره مليح تاع لافاني، يعني ملعقه صغيره معمره مليح، ونضيفوا لها 2 ملاعق سكر ناعم. لهنا ما يحتاج ضرب كهربائي، نحركو برك بيدينا بملعقه ولا ما نقدروا نخدموا باليدين. لهنا ضروري جدا ندخلوا الزبده في المكونات الاخرى، يعني السكر وما شابه، حتى نتحصلوا على القوام هذا. شوفوا الشكل تاعها كيفاه كانت وكيفاش راهي. هذه يعني عمليه ضروريه جدا. نروحوا الان نديروا ججلان. انا كانت عندي ججلان متوفره، يعني الا كان عندك تقدري ديري كاس معمر راح تجيك بنينه بزاف، ولا كان ما عندكش تقدري ديري اقل من نص من الكاس. يعني لهنا الججلان والمكسرات قضيه اذواق واش عندك في المنزل. انا درت كاس ججلان ونص كاس تاع خليط تاع المكسرات. نخلط هذو يعني من بالكاوكاو واحد وثاني راهي تجي رائعه. انا كانوا عندي برك زدتهم، بصح هي بالكاوكاو والججلان هذيك هي الوصفه الاصليه. لهنا نحاول نخلط المكونات جيدا حتى تطلق هذيك الججلان والمكسرات الزيت تاعها في الزبده، ومن بعد يتجانسوا النكهات. لهنا خلط ونروح الان نشوف بالفارينه. لهنا الفارينه ماهيش مقيده، نديرو ونلمو ونشوفوا. دوك نقول لكم القوام تاع العجينه تاعها كيفاش يكون. البوسو لا تموسو، يعني شغل لاستيس تاعو هي الفارينه. دوك نشوفوا كيفاش نتحصلوا على بوسو ما يطيحناش. نبدا الان نضيف الفارينه ونخلط، يعني معليش لهنا نخلطو ما نخافوش، يعني ماشي شرط ما يتعجنش. انا الان لهنا فضلت، لازم يعني ماشي فضلت، لازم نلوح يدي ونبدا نلم في العجينه باش نشوف القوام تاعها وين راه واصل. لهنا راني نحس بلي العجينه مازالت طريه، نزيد لها شويه تاع فرينه. لهنا بوصوله موسو هكذا تقولوا باللي العجينه ما تقدروش تعرفوها اسكي راهي يابسه ولا جاريه. هي يعني في العموم تجي شويه يابسه بارابور لعجينه الصابلي. شوفوا لهنا كيفاش راهي شويه يابسه. لهنا ننصحكم يعني جامي تتخدعوا في بوسو، لازم تديروا حبه طيبوها وتشوفوا. طاحت لكم يعني مازالت مخصوصه فرينه، ما طاحت لكمش كملوا بقيه العجنه تاعكم، وعلى الخساره تروحوا تكملوهم كامل وبعد طيبوهم يطيحوا لكم. لا لا، كيما دائما نقول لكم جربوا حبه، سورتو في البوسو جربوا حبه. الا طاحت لكم زيدوا لها الفارينه عادي، الا ما طاحت لكمش اخدموا بقيه المكونات. لهنا درت انا جربت ديجا ولقيتها باللي كانت سوا. نروحوا الان شكلتها حربوش. شفتوا كيفاش كنت نضغط عليه باش نخرج كامل الهواء هذاك اللي يكون داخل الحربوش، نضغط عليه بزوج اصابع. نديروا حربوش، يعني لهنا الحبات لازم تصغروهم شويه باسكو كي يزيد يطيب راهو يتنفخ بريسك، ماشي الضعف بصح قل من الضعف. المهم صغروا الحبات شويه يعني. وديجاكم كي تجربوا الحبه الاولى تعرفوا الحجم تاعها ابيبري كيفاش راكم حابينه. لهنا نسقم برك الحبات تاعي، نسقم لهم كامل الحواف ونحطهم في بلاطو. اكيد ندخلهم للفرن. لهنا الفرن ما يكونش عالي بزاف، يكون 160 درجه برك، ونخليهم يطيبوا في غرضهم برك، ما لازمش طيبوهم بزاف بزاف سينو يبس لكم. هنا كنت درت بلاطو تاعي عمرته، وخليو المسافه بين حبه وحبه باسكو راهم يتنفخوا. لهنا شوفوا ما شاء الله بعد ما جبتهم كيما قلت لكم ما نحمرهمش بزاف باسكو لو كان يتحمر راهو يبس لكم.
لهنا شوفوا يعني ما شاء الله الحبات ما طاحوليش. المهم هذه هي النتيجه اللي كنت حابتها. نروحوا الان هما سخونين، لازم هما سخونين يتسكروا. لهنا السكر ضروري جدا تعقبوه في صفايه، انا حبيت نخلي المقطع هذا ضروري جدا تعقبوه في الصفايه وديروا فيه ساشي وتلوحوا الحبات تاعكم. لهنا اللي تعود مبتدئه تخدم زوج ثلاثه، اللي تعود مالفه يعني تخدم دير حتى 10 حبات في ساشي. ولهنا شوفوا باك طريقه التسكار تاعو، نحطوا الحبه داخل الساشي بالكف تاع اليد، نهزوا السكر ونبداو نملسو فيها. يعني انا عن نفسي ما نحبش البوصولات موسو فيه بزاف السكر، سما درت طبقه خفيفه. لهنا اللي يحب يديروا هكذا بريزونطابل ولا للاعراس ولا يقدر يضاعف الكميه تاع السكر كي يكون يلبس فيه. راكم تشوفوا فيا كيفاش راني نستعين بالساشي راهو بالكف تاع اليد، هذيك اللي راني نملس بها الحبه اكيد. وبعد نحطوه كاين حبات كيعودوا سخونين يزيدوا يشربوا، من بعد بالصفايه برك نزيدوا نديروا لها رشه من الفوق. انا نكمل الكميه تاعي كامل بنفس الطريقه، يعني نفس كما قلت لكم كاين حبات كي يكونوا سخون راحين يشربوا لكم شويه تاع السكر، مي معليش المهم راهم داو الطبقه هذيك وما تخافوهاش ما طير لكمش كامل. لهنا هذاك السكر اللي يتبقى لكم في الصفايه عاودوا عقبوا لهم كامل. كما قلت لكم انا عن نفسي ما نحبش نكثر السكر بزاف، نحب ندير طبقه رقيقه. كما قلت لكم لا عندكم عرس ولا في العيد ولا تحبوا عفسه بريزونطابل تقدروا تضاعفوا كميه السكر في التلباس، هذا ما كان. يعني وصفه كيما هذه ما كانش ما اسهل منها. كم شفتوا في وقفه تندار من مكوناتها يعني تقدروا تقولوا ماهيش مكلفه بزاف بزاف بزاف. والبنه يعني راكم تعرفوا الخليط تاع نوات كوك عفوا تاع الجلجلان مع المكسرات اكيد ذوق يجي ذوق خرافي. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوا الوصفه هذه وراحين تدعيوا لي، متاكده راحين تدعيوا لي. المهم ما تنساوش حبيباتي في اخر الفيديو تخليوا لي تعليق يشجعني، تخليوا لي جيم، ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.